المدرب البرازيل داير فيها واثق من راسو وقال واحد الجمله اللي هي حنا قاريين المغرب مزيان وغادي نربحوهم حيت عارفين نقاط الضعف ديالهم. ولكن السؤال الكبير واش فعلا قرا المغرب ولا غير كان كيهضر؟ اللي عارفين كاملين هو ان المغرب في هذه السنوات ولا خصم مزعج خصوصا في الفئات الصغرى. الدراري منظمين ومنضبطين وكيخدموا مزيان وكيلعبوا بواحد الحماس اللي ما كاينش في بزاف ديال المنتخبات. نمشيو للبرازيل. البرازيل ديال اقل من 17 سنه اللي تفرجنا فيها ضد فرنسا بصراحه ماشي فريق اللي قوي اللي كنا كنعرفوه من قبل. الفيتيان ديالهم مزيانين عندهم واحد لمسات في الصوره ولكن ماشي شي حاجه. النظام التكتيك ديالهم ضعيف. اللي باين لي هو ان البرازيل كتخسر الكره بسهوله في الدفاع ديالها وكتطلع بزاف والاظهره ديالها كيخليو واحد المساحات. هذه نقاط الضعف اللي اي فريق منظم بحال المغرب يقدر يستغلها بواحد الطريقه اللي اخطر. وكاين واحد النقطه اخرى مهمه هي الطول. البرازيل عندهم واحد اللاعب طوال وبزاف مقارنه مع المغرب ولكن الطوال بلا تنظيم ما كيدير والو. فراه اللي تفرج في اخر ماتش ديالهم ضد فرنسا ضيعوا شي كواري ساهلين. يعني تيبان صراحه ان المغرب واعر عليهم. نرجعوا للتكتيك ديال البرازيل. فراه المدرب غادي يحاول يلعب بواحد البلوك عالي باش يضغط على الدفاع المغربي من الاول حيت كان داير الحساب ان المغرب غادي تتلف وتضيع الكرات. ولكن هذه الخطه فيها واحد الخطر الا ما ضغطيش علينا بواحد الطريقه صحيحه كتخلي واحد المساحات البرازيل في الاظهره ديالها وخصنا نستغلوها. حنا عندنا مهاجمين سرعه في الاطراف وكيشدوا الكره بالزربه. اول ما البرازيل كيضيعوا في الضغط خاص المهاجمين يكونوا سرعه باش يشكلوا واحد الخطوره ويستغلوها فين يقدروا يماركيو شي بيت. فين كاين الفرق الكبير دابا هو ان المغرب منظم، البرازيل طماعين بزاف. كاينين اللعابه بيناتهم ها اللي باغي يبين راسو بزاف وهادشي كيخسر ليهم الايقاع. وبصراحه المستوى ضد فرنسا ما كانش داك البرازيل اللي كنقولوا راهم واعرين. راهم بانوا ضعاف صراحه. كان واضح انهم كيلعبوا بزاف على المهارات الفرديه ولكن ملي كتجي تبغي تربح البطوله خاصك العقل وخاصك التكتيك خاصك واحد التوازن. فراه البرازيل من انجح المنتخبات في التاريخ ديال اقل من 17 سنه الاخوه. عندهم واحد التجربه كبيره وديما كيخرجوا اللاعبين ديالهم كبار من هذه الفئات. ولكن في هذه السنوات الاخيره المستوى ديالهم ولا متقلب وما بقاش داك التفوق اللي كان زمان. البرازيل ربحت 4 الالقاب في هذه المسابقه هذه وكتعتبر من اقوى المنتخبات التاريخيه في اقل من 17 سنه. يعني اخر مره ربحوا البطوله كانت في 2019 والبرازيل وصلت للنهائي 3 المرات. وفي الاخير ما بين فريق عنده تاريخ وفريق باغي يصنع التاريخ كتولد اجمل لحظات في الكره. البرازيل داخله بواحد الثقه وبالقابها الربعه. المغرب داخله بالروح وبالطموح وجيل ما كيخاف من حتى شي واحد. واليوم ماشي مهم شكون الكبير وشكون الصغير، المهم شكون اللي غادي يبين في الميدان ويرفع راسه واللي متاكدين انه من اهم المغرب غادي يدخلوا بلا يلعبوا بواحد الثقه والعزيمه وبالتكتيك وان شاء الله يتخطاو حتى البرازيل. وصلنا لاخر الفيديو الدراري. بغيت من اي واحد وصل لهنا يقول لنا شنو الراي ديالو في المقابلات.